السلام عليكم للياتي الحادقات، معكم نجاة لاغومون. ان شاء الله غنقدم لكم هذا الطبق اللي كيجي رائع شكلا ومذاقا، وعباره عن لحم معسل بكوكا والصوجه. هذا الطبق كيتقدم في المناسبات الفاخره، وكنتمنى يعجبكم وينال الرضا ديالكم. ان شاء الله ندوزو للمقادير. بالنسبه للطبق ديالنا كنحتاجوا ليه 3 كيلو ونص ديال اللحم غلمي. انا خديت 2 جيكوات صغار كيوزنوا 3 كيلو ونص هنا باش يجوني في الطيب مزيان. هنا كنحتاجو 6 الفصوص ديال الثومه، كنحتاجو 100 غرام ديال الزبده، كنحتاجو 6 المعالق ديال الصوجا لايت يعني صوجا خفيفه. هنا كناخذوا الطنجره ديالنا، كنديروا الطنجره ديالنا كنديروا الصوجا 6 المعالق ديال الصوجا. من بعد كنزيدو دوك 6 الفصوص ديال الثومه. من بعد كنزيدو الماء الكافي اللي غيطيب لينا اللحم، الماء الكافي ديالنا ماشي نعمروه حتى يفوت لنا اللحم. بالنسبه للمرافقات ديال اللحم كنحتاجو النوغاتي اللي كنحتاجو فيها 250 غرام ديال اللوز كونكاسي، كنحتاجو فيها 40 غرام ديال الزبده و3 المعالق ديال السكر كلاصي بومبي يعني عامرين مزيان. كنحتاجو 300 غرام ديال اللوز مفسخ مسلوق ومفسخ ومقلي في الزيت. وعندنا 2 مونغات، عندنا 250 غرام ديال الزبيب، وعندنا اناناسه. هنا كناخذوا مقله كنديروا فيها الزيت بارده وكنلوحوا فيها اللوز ديالنا. يعني هنا كنديروا ليه ديبار فروه، يعني خص الزيت تكون بارده باش يدخلوا الطياب من داخل. الا درنا ليه يعني درنا ليه الزيت سخونه غير كيطيب من يعني من برا وكيبقى مخضر من داخل، وغير كيطيب شويه يعني كيبدا يصفر شويه كنحيدوه لانه كيستمر في الطياب. هنا من بعد ما دخل اللحم فيه الطياب شويه كنحلو الكوكوط وكنلوحو ديك 100 غرام ديال الزبده اللي عندنا، حيت عندنا حنا 2 جيكوات صغار. غنلوحو 100 غرام ديال الزبده وكنخليو الكوكوط ونخليه يكمل الطياب ديالو حتى تنشف شويه المرقه وتعلك. هنا من بعد ما طاب لينا اللحم غنحيدو الغطاء ديال الكوكوط ونخليو المرقه حتى تلبى وتختار شويه. هاد الطبق ديالنا ممكن يتقدم حلو ممكن يتقدم مالح. الا بغينا نقدموه حلو كنزيدو كل 4 كيلو ديال اللحم كنزيدو فيها نص لتر ديال الكوكا ونخليوه حتى يتعسل لينا المرق ديالنا. بالنسبه للنوغاتين ديالنا كناخذوا 40 غرام ديال الزبده كندوبوها في مقله وكنزيدو عليها 3 المعالق كبار ديال السكر كلاصي وكنخليوها حتى كتذوب مزيان وكتولي بحال الكريمه. من بعد كنزيدو اللوز كونكاسي اللي ديجا حمرناه في الفران وكنستمروا في التخلاط حتى كتشرب لينا داك الكريمه كامله. من بعد ما شربت لينا الكريمه كناخذوا يعني لاطا نفرش فيها بابي سولفوريزي وتنكبوه فيها وتنخليوه حتى كيبرد تتبرد لينا ديك النوغاتين. بالنسبه للتعسال ديال المو كناخذوا 50 غرام ديال الزبده كندوبوها. من بعد كنزيدوا واحد 100 غرام ديال سنيده، 100 غرام ديال سنيده. من بعد كنزيدوا واحد المعلقه كبيره ديال العسل وكنخليو داك الخليط ديالنا يذوب. ومن بعد كنزيدوا فيها طريفات ديال المونغ مقطعين طريفات صغار ونخليوها حتى تعسل مزيان وتشرب ديك المرقه ديالتها وتعلك. هنا غناخذوا كاسرونه غنديروا فيها الماء ونخليوه حتى يغلى ونلوحوا فيها الزبيب ونخليوه تسلق واحد تقريبا 10 دقائق ونحيدوه. نفس الطريقه اللي عسلنا بها المونغ غنعسلوا بها حتى الزبيب. غناخذوا 50 غرام ديال الزبده مع 100 غرام ديال السنيده ومع معلقه كبيره ديال العسل ونحركو مزيان حتى يذوب لنا الخليط. من بعد كنضيفوا الزبيب رابع ديال الزبيب اللي سلق من بعد ما سلقناه وصفيناه
وكنخلطوه حتى كيشرب لينا ديك التعسيله مزيان، يتعسل مزيان يكمل الطياب ديالو. هذا هو الشكل النهائي ديال الزبيب ديالنا من بعد ما تعسل. كذلك ممكن حتى هي بعد ما تعسلات كتاخذ هذا الشكل. هنا عندنا اللوز محمر، عندنا النوغاتين من بعد ما بردات كنفركتوها بيدينا بهذه الطريقه لان حاجتنا فيها في الديكور. وعندنا اللوز هنا بعد ما قليناه غنطحنوه مع 300 غرام ديال سنيده باش يتعلك ويجينا بحال العقد. ناخذوا المونغ والزبيب ديالنا كنطحنوه مع بعضياتهم، كنحصلوا على هذا الخليط. من بعد كناخذوا داك اللوز اللي قليناه كنزيدوا عليه 150 غرام ديال سنيده، يعني 300 غرام ديال اللوز 150 غرام ديال سنيده، كنطحنوهم مع بعضياتهم لنحصلوا على هاد العقده. ناخذوا ديك العقده ديال اللوز اللي طحنا وكنخلطوها مع المونغ هو والزبيب اللي طحنا كذلك، نخلطهم مع بعضياتهم. كندخلهم الثلاجه حتى يجمعوا روسهم شويه، يعني يوقفوا شويه باش نديروهم كويرات. ناخذ كويرات من الخليط ديالنا وغندوزوه في النوغاتين، هما اللي غنزوقوا بهم اللحم ان شاء الله. الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا اللي زوقناه بالاناناس وبالنوغاتين اللي حضرناها، وهو طبق رائع كيتحضر في المناسبات، وكنتمنى تجربوه وتردوا عليا الخبر. وكنتمنى منكم انكم تشاركوا في القناه ليصلكم دائما الجديد ديال نجاة لا غورمون.